عمرك سألت نفسك واحنا ليه بنخاف ونتوتر وقت الامتحان؟ أو إيه هي أسباب التوتر ده؟ وإزاي نحل المشكلة دي؟ في الفيديو ده إن شاء الله هجاوب على كل الأسئلة دي وهعرفك الحل. السلام عليكم، إيه الأخبار؟ أهلا بكم في فيديو جديد. أول حاجة لازم تعرف إن القلق والتوتر هو شيء طبيعي لكن بحد معين. أكتر حاجة ممكن تضيع المجهود اللي أنت بذلته طول السنة والمذاكرة بتاعتك هو الخوف والقلق والتوتر في الوقت ده بالذات. أنت غالبا بتكون خايف من المجهول. خايف يا ترى الامتحان هيجي سهل ولا صعب؟ يا ترى المذاكرة بتاعتك كفاية ولا لأ؟ هل هتقدر تخش الكلية اللي أنت عاوزها ولا لأ؟ هل المجموع بتاعك كويس ولا لأ؟ أفكار كتير عمال تدخلها لدماغك وهي ملهاش أي علاقة بالواقع. ما تربطش قيمتك ومستقبلك بامتحان واحد خايف تحل فيه وحش. امتحان واحد مش هو اللي هيحدد شكل مستقبلك. خلي بالك ان التوتر والضغط والخوف اللي انت فيه ده غالبا بيكون تفكير وهمي او زياده خوف منك. ما تسيبش القلق والتوتر يسيطر عليك. تغلب على فكره الربط بين الفشل في الامتحان والفشل في الحياه، دول حاجتين مختلفتين عن بعض تماما. طب ازاي بقى نحل مشكله التوتر في العموم؟ هي حاجه بسيطه جدا، انك تخرج كل افكارك السلبيه دي على ورق وتبدا تفهم ايه اصلا بيخليك متوتر وايه السبب ورا توترك اللي جالك دلوقتي. هتمسك ورقه وقلم وتبدا تكتب كل حاجه اللي بتسبب لك توتر وضغط وكل حاجه بتحسسك بتوتر. في دراسه اتعملت في جامعه شيكاغو في 2011 لمده 10 دقائق طلبوا من الطلاب انهم يكتبوا الحاجات اللي مخوفاهم او الحاجات اللي مخليهم يتوتروا قبل الامتحان، والنتيجه وضحت ان الطلاب اللي كتبوا افكارهم السلبيه او الحاجات اللي مخليهم يتوتروا على ورقه درجاتهم زادت بدرجه. يعني اللي كان بيجيب A بقى بيجيب A+، واللي كان بيجيب B بقى بيجيب A. علشان كده قبل الامتحان حاول انك تفرغ كل افكارك السلبيه دي على ورقه وتعرف ايه الاسباب اللي مخليك تتوتر اصلا. تاني حاجة كلم نفسك وفهم نفسك ان القلق والتوتر مش هيحل المشكلة بل هيزودها. عايزك تحط في دماغك انك عملت اللي عليك وان ربنا مش هيضيع مجهود حد. اسأل نفسك هل في حاجة زيادة ممكن اقدمها دلوقتي او حاجة زيادة ممكن اعملها، وبرضه اسأل نفسك ايه اسوأ الاحتمالات اللي ممكن تحصل. يعني مثلا خايف من المجموع، طب يعني يبقى قليل، قد يكون المجموع اللي انت جبته او هتجيبه ده افضل حاجة ممكن تحصل لك. خليك واثق في نفسك، يعني خليك عارف انك عملت اللي عليك وان ربنا مش هيضيع مجهود حد. وبدل ما تفضل تفكر في التوتر والقلق قبل الامتحان ويا ترى هجيب مجموع عالي ولا لا، بدل كل ده اشغل الوقت ده بالمذاكره وانك تعمل اللي عليك لو لسه قدامك وقت. وبرضه هقول لك على كام كتاب هيحل معاك مشكله التوتر في العموم. اول كتاب هاو تو ديل وذ ستريس، الكتاب بيتكلم عن ازاي تتعامل مع الضغط والتوتر، حلو جدا. تاني كتاب اخلع رداء التوتر، الكتاب هيديك 30 طريقه جميله للتخلص من التوتر. تالت كتاب قلل التوتر او ستريسلس، الكتاب هيعرفك على طريقه التعامل مع توترك. لو انت مخلص امتحانات فتقدر تقراهم، ولو لسه في امتحانات فلما تخلص ان شاء الله ترجع للفيديو تبقى تقراها. الكتب دي هتفيدك جدا وهتقلل من القلق والتوتر في العموم. وما تنساش حاجه مهمه جدا، نام كويس وكل كويس، الاثنين دول مهمين جدا. اخر واهم نصيحه، لازم تعرف ان الثانويه العامه ليست نهايه المطاف ولا هي اللي هتحدد شكل مستقبلك، فلازم تبعد عن التفكير الزايد اللي بيسبب لك التوتر والقلق اللي انت فيه ده. وان الثانويه العامه مرحله من المراحل، قد يكون المجموع اللي انت جبته او هتجيبه ده افضل حاجه ممكن تحصل لك. وانا اظن ان بعد اليومين اللي عدوا دول القلق والتوتر قل شويه. لو وصلت للحظه دي فاكتب لنا في الكومنت انت بتعمل ايه لما تحس انك متوتر ومش قادر تذاكر. وبكده نكون خلصنا، نلقاكم في فيديو جديد ومع السلامه.